من حوالي كام يوم نزل خبر في الهند قلب الدنيا كلها. ولما تلاقيني بقولك قلب الدنيا فاعرف ان الموضوع كبير والعالم كله اتقلب فوق بعضه بسبب القضية دي، ولان بداية الرعب والقصة نفسها اللي كانت سنة 2015 وبالتحديد في احدى الطرق السريعة اللي كانت موجودة في الهند. موجود ضابط واقف على كمينه وبيشوف رخص الناس وشغله بشكل طبيعي، ولكن فجأة دخلت عليه عربية وكان السواق شكله غريب. السواق باين عليه انه متوتر وخايف وعمال يعرق، فالظابط بصله واللحظة كده شك فيه وقال للعساكر اللي معاه فتشوا العربية. السواق لما سمع الجملة دي خاف واترعب وقال لهم استنوا، انا اقول لكم على حل اكبر لغز في الهند واكبر قضية في الهند كلها، بس تسيبوني. وراح خد الضباط والعساكر كلهم ومشي بيهم لطريق طويل سكة 3 ساعات سفر، وراح وقف عند الغابات وفضل يمشي ويمشي ولحد ما يقف جنب شجرة مانجا وبص للضباط والعساكر وقال لهم احفروا هنا. في البداية كل اللي كانوا موجودين ما كانوش فاهمين حاجة، بس سمعوا الكلام وفضلوا يحفروا ويحفروا واتصدموا. شافوا حاجة هما بيحفروا مرعبة، وخليني اقولك ان اللي شافوه ده كان حل اكبر قضية في الهند، ومش بس في الهند بس، بالعالم كله. فقبل ما اقولك الضباط شافوا ايه ومين هو السواق ده وهي بداية القصة نفسها من الاول، فخلينا نشد حزامنا انا وانت وهي ونحضر تساليك وبسم الله يلا نبدأ قصتنا. لو فاكرني هقول لك لايكك وشيرك زي كل مرة، المرة دي بقى مستحيل، لأن أنا عايزك بس تركز معايا في أحداث القصة دي اللي فعلا بجد صعبة واللي أنا وأنت بجد مش هنستوعبها. قصتنا بتبدأ سنة 1987 في الهند، وبالتحديد في إحدى القرى الفقيرة جدا هناك. اتولدت هناك طفلة صغيرة وهي بطلة قصتنا اللي اسمها شينا. شينا اتولدت في أسرة فقيرة وصعبة جدا، ولقيت نفسها عايشة مع جدها وجدتها وأخوها الصغير، وده كان بسبب إن أمها وأبوها اتخلوا عنهم وسابوهم يعيشوا مع جدهم وجدتهم. وبقارنها تاني حياتهم فعلا كانت صعبة قوي، وكانوا بيعانوا من الفقر الشديد، والفلوس اللي كانت بتخش لهم يا دوبك تكفي مصاريفهم الأساسية وبالعافية. ولكن البنت شينا كانت عكس كده تماما، وكانت طموحة جدا وما كانش عاجبها أبدا الفقر اللي كانت عايشة فيه لا هي ولا أهلها. فقررت إنها تجتهد وتسعى دراستها وتجيب آخرها في مذاكرتها وتعمل أي حاجة مش غلط ولا حرام تطلعها من الفقر الشديد ده. فهتركز على يا ترى انها تشتغل وتجتهد في دراستها، وبالرغم من سعيها وشطارتها والفقر الشديد اللي كانت عايشه فيه، كان لو الموضوع اضطر كانت بتنزل تشتغل برضه وتساعد الناس هنا شويه وهنا شويه مقابل فلوس تساعد اهلها في المصاريف. وتعدي الايام والسنين وشينا كبرت وبقى عندها 19 سنه، ومن بعد سنه 2006 وشينا دخلت واحدة من أكبر الجامعات اللي موجودة في الهند. قدرت بشطارتها تتقبل وتكون واحدة من طلاب أكبر جامعات الهند كلها، واللي كانت موجودة بالتحديد في العاصمة مومباي. ممكن تسألني وتقول يا درش، هي شينا جابت مصاريف الجامعة دي منين؟ انت بتقول أكبر جامعة في الهند، جابت مصاريفها منين؟ هقولك. بس الأول شينا كان في دماغها كان عندها هدف ما كانتش تطلع عنه، هدف واضح وصريح إن من أول يوم ليها في الجامعة إنها تجيب آخرها وتثبت نفسها وتبقى متفوقة في كل السنين اللي جاية. وبصراحة كان باين عليها جدا، كان ملحوظ قوي من دكاترة الجامعة وأصحابها وكل اللي حواليها. كل الناس كانت شايفة شينا بنت مؤدبة وشاطرة ومتفوقة بطريقة جامدة قوي، وكانت مميزة وسط الناس بسبب طريقة تفكيرها وذكائها. لحد ما ظهرت حاجة غريبة. صحاب شينا لاحظوا إنها بتعمل تصرف غريب جدا ومش مفهوم، إن كان دايما بيجيلها اتصال من شخص معين. وهتعرف ليه بقولك شخص معين. الغريب مش في كده، الغريب لما الشخص المعين ده كان بيرن كانت لازم ترد عليه فورا، لدرجة لما بتبقى في وسط محاضرة مهمة جدا والشخص المجهول ده رن عليها، شينا بتتوتر جامد قوي وبتخاف وبتطلع تسيب المحاضرة واصحابها ولازم ترد على الشخص ده. واصحابها وكل اللي حواليها استغربوا تصرفها، ليه شينا لما الشخص المجهول ده بيرن لازم وفورا ترد عليه. وراحوا لحد شينا وسألوها مين يا شينا الشخص اللي بيرن عليكي اللي اول لما بيرن لازم ترد عليه على طول؟ شينا اتوترت كده وقالت لهم لا عايز يا جماعه ما تاخدوش في بالكم، يعني حد مش مهم. لا ومهم ومهم قوي يا شينا. ليه يا شينا لما الشخص ده بيرن عليكي بتسيبينا وبتسيب المحاضره ولازم ترد عليه؟ ما هو الموضوع غريب برضه يا شينا. خدت نفسها كده وقالت لهم لا عادي ما تاخدوش في بالكم، دي اختي الكبيره، اختي الكبيره اللي اسمها اندروني، واللي كانت هي السبب ان اكون وسطكم هنا، لانها يعني هي اللي دخلت الجامعه دي وبتدفع لي المصاريف والاكل والشرب والسكن وكل حاجه، فما اقدرش يعني اني ما اردش عليها، لازم ارد عليها على طول. طيب مين هي يا عم درش اندروني؟ اندروني هنغش منك ليها عايشه في العاصمه مومباي،
وقدرت إنها بسرعة تستقل بحياتها وسافرت للعاصمة مومباي وعملت مشروع هناك، وواحدة واحدة وكبر ومشروع والتاني يكبروا، واندراني عملت حاجة كبيرة قوي، وهي ان اندراني بقت واحدة من اكبر مشاهير البيزنس واي حاجة لها علاقة بالفلوس، واحدة من اكبر واشهر البيزنس وومن اللي موجودة في العالم. واندراني قدرت تعمل علاقات كتيرة قوي ومع ناس تقيلة فعلا جوه وبره الهند. ومع مرور الوقت اندراني قدرت تتعرف على رجل اعمال اسمه بيتر، وحصل بينهم علاقة حب وحبوا بعض واتجوزوا. وخلي بالك بيتر ما كانش رجل اعمال عادي كده، بيتر يبقى من اغنى اغنياء الهند وواحد من اغنى الرجال في العالم، لدرجة ان ثروته تخطت ال 600 مليون دولار. انت مستوعب معاه الرقم؟ وبكده عرفنا باختصار سؤال ليه شينا كانت لازم ترد على التليفون ومين هو الشخص المجهول، وعرفنا كمان برضو ان شينا جابت مصاريف الجامعة منين. نيجي بقى في الغريب والرعب، شينا كانت كل اسبوع كانت لازم تروح تقضي يوم كامل مع اختها اندراني، وبالتحديد في واحد من اكبر الفنادق اللي في الهند اللي اصلا تبع جوز اختها وهو بيتر. فكانت كل اسبوع كانت لازم تقضي يوم كامل معاها، وبتعيد نفس القصه كل اسبوع من جامعتها للسكن بتاعها، واخر الاسبوع تيجي تقعد مع اختها اندراني. وفي يوم من الايام وشينا كانت قاعده مع اختها اندراني، شافت شخص واللي كان قاعد مع جوز اختها بيتر واللي كان اسمه راهول. وعايز اقول لك حصل بينهم نظرات اعجاب قويه جدا ما بين شينا وراهول، وده يبقى ابن بيتر جوز اختها ولكن من مراته الاولانيه. وكان الكلام في الاول كان بينهم معدوم، مجرد نظرات اعجاب قويه ما بينهم وبس، لحد ما جت فرصه وشينا وراهول اتكلموا سوا، ومره في التانيه واعترفوا لبعض بحبهم، وقرروا ان هم يخفوا ان هم مرتبطين عن اندراني وبيتر عشان ما تحصلش مشاكل ويحصل حاجه تمنعهم ان هم يشوفوا بعض. لحد ما في يوم راهول اتخنق وجاب اخره بسبب الوضع اللي هو فيه ده. راهول ما كانش عاجبه الوضع اللي هو فيه هو وحبيبته شينا، قال لها بص يا شينا انا بحبك وانا هعرف ابويا وهتجوزك سواء كان برضاهم او غصب عنهم. وراهول فعلا راح لوالده بيتر وحكى له اللي فيها، قال لوالده بيتر ان هو بيحب شينا اخت مراته التانيه. بيتر لما سمع الكلام ده اتعصب، واندراني برضه لما عرفت بعلاقة شينا وراهول اتصدمت واتضايقت قوي. ما هو ازاي يعني ابن بيتر يتجوز اخت مراته التانية وهي اندراني؟ ازاي؟ وزي ما قلت لك اللي حصل، راهول كان مصمم على جوازه من شينا بأي طريقة، لأن أندراني وبيتر ما كانوش حتى موافقين إن هم يفكروا مع الموضوع. وراهول كبر دماغه بالفعل وعاند مع أبوه واتجوز شينا. والتواصل مع شينا وأختها أندراني فضل يقل مرة في التانية لحد ما اتقطع خالص. وبيتر برضه فضل متضايق ويعاند مع ابنه راهول، لدرجة إن لما وصلش معاه الحل قطع عن ابنه راهول المصروف، ما بقاش يديله مصروف خالص. ولكن برضه راهول وشينا كانوا ضد كل ده واتجوزوا برضه. وتمر الأيام والسنين ونيجي لسنة 2011، السنة اللي شينا اتخرجت فيه من جامعتها واستلمت وظيفتها وعيشتها بقت كويسة، بعيد بقى عن الكرة والفقر وكل القرف ده كله. وتمر الأيام وفي يوم من الأيام كده شينا جت تبص في تليفونها وتتصدم، فضلت ماسكة تليفونها عمالة تبص وبكل استغراب، لأن شينا جات لها رسالة من أختها الكبيرة أندراني وبتقول لها إنها مش عاجبها الوضع ده، وإن ما ينفعش يعني أنا وإنت يا شينا علاقتنا تبقى متوترة بعد جوازك من راهول. فأنا شايفة يا شينا إني غلطانة أهو وبعتذر، وعايزة بصراحة إن إحنا نرجع العلاقات بينا تاني ونتكلم. ومع ظل التفكير والمعاتبة قدر إن هما يتصالحوا وعلاقتهم ترجع أحسن من الأول كمان، لحد ما يجي اليوم اللي هتغير فيه أحداث قصتنا 180 درجة. أندراني أخت شينا جات لها رسالة غريبة قوي، ورسالة كانت من شينا، والغريب في اللي كانت كاتباه بتقول لأندراني الحقيني أنا عايزة أسيب راهول، أنا بقتش بحبه ومش مستحملة العيشة معاه وعايزة أسيبه، والمشكلة أنا مش عارفة أعمل كده إزاي، مش عارفة. عايز أقولك على حاجة، بالرغم من إن شينا وأندراني اتصالحوا لكن فضلت برضه أندراني متضايقة من فكرة جواز راهول ابن جوزها بيتر بأختها. فأندراني ردت عليها فورا وقالت لها طبعا أنا هساعدك متخافيش، اسمعي بس الكلام اللي أقولك عليه ده واعملي بيه بالحرف. وخلصوا كلامهم شينا وأندراني وفضل مجهول. وراحت شينا لراهول قالت له انا راهول رايحه مشوار مع اختي اندراني، احنا خلاص اتصالحنا وعايزاك يعني تيجي توصلني. فوافق راهول ووصلها بعربيته، وكان بالتحديد في وقت بعد المغربيه كده والشمس بتغرب والليل بيملى السما من كل حته. وشينا نزلت من عربيه راهول وركبت في العربيه اللي مستنياها اللي كانت فيها اختها اندراني والسواق بتاعها. وركز معايا في السواق لان اللي هيحصل بعد كده ليه علاقه بيه. راهول روح على بيته وفضل مستني شينا، وفضل مستني ومستني والوقت اتاخر جامد قوي، خلاص داخلين على تاني يوم وشينا ما رجعتش البيت. وطلع تليفون يرن عليها وشينا التليفون
تليفونها مقفول. راح رن على تليفون أندراني، مقفول. فضل مستغرب كده وقاعد برضه مستني شينا لحد ما شينا بعت رسالة لراهول مكتوب فيها إنها هتبات عند أختها اليوم ده. راهول لما شاف الرسالة دي اتعصب قوي وراح رمى التليفون ودخل ينام لأنه سهر طول الليل مستنيها. ويعدي تاني يوم ويصحى راهول وقام مسك تليفونه وبص على رسالة جاتله واتصدم. ومش هضحك عليك، شاف الرسالة وقرا اللي مكتوب وقعد يعيط. الرسالة كانت جاية من شينا ومكتوب فيها: أنا راهول مش هرجع البيت تاني، ومبقتش بحبك زي الأول، وأنا مش هكمل معاك، وسافرت وهبدأ حياة جديدة من غيرك ولوحدي. راهول شاف الرسالة دي واتصدم وجات له حالة عصبية صعبة ونزل من عربيته واتحرك بيها جري وراح فورا على بيت أندراني. والحراس وقفوه بالعافية ولكن برضه فضل يقاوم ودخل البيت بالعافية. ولما طلع البيت فوق عند أندراني ملقاش حد، فنزل وهو في نوبة عصبية شديدة وجري على مركز الشرطة. ودخل على مركز الشرطة وهو متعصب وعمال يزعق جامد. الضباط فضلوا ماسكينه ويهدوا فيه لأن حالة راهول فعلا صعبة قوي. راهول راح قال لهم: الحقوني، أنا مراتي مخطوفة واللي خطفتها تبقى أندراني أختها. رجال الشرطة بيسمعوا الكلام ومستغربين وبيبصوا لبعض وما كانش في رد من رجال الشرطة. راح الضابط قال له: انت معكش دليل، احنا هندور عليها ولكن ما ينفعش نحط أندراني أختها في السبب، لأن لا احنا ولا انت حتى اللي بتقدم البلاغ معاك دليل. راهول لما سمع الكلام ده اتعفرت عليهم وخد بعضه وطلع من مركز الشرطة وعمال يرن على أندراني وشينا وبيتر، ولكن برضه محدش كان بيرد أبدا وتليفوناتهم كلها كانت مقفولة. الموضوع فعلا كان غريب لحد ما بيتر أبو راهول اتصل عليه وقال له: شينا يا راهول يا ابني سابت البلد كلها وسافرت أمريكا عشان تبدأ حياتها. افهم بقى يا راهول يا ابني وانساها خلاص، هي مش بتحبك ومش عايزاك، كفاية بقى، حاول تنساها عشان هي خلاص اختارت حياتها ومش بالعافية يا راهول. راهول من الصدمة ما كانش مستوعب اللي بيسمعه، ازاي بعد الحب ده كله والمعافرة دي كلها وهي كمان برضه كانت بتحبه شينا تسيبه عادي كده وتختفي وتسافر لوحدها؟ في حاجة غلط، لا انا ولا انت حتى ولا كمان راهول فاهمينها. وعايز اقول لك راهول ما سكتش على كده. راهول ما سابش مركز شرطة غير وقدم فيه بلاغ وراح كل المستشفيات ومراكز الشرطة غير وهو بيبحث عنها بكل الطرق. هي على كلامها وعلى كلام والده سافرت امريكا، لكن هو برضه حاجة من جواه مش مصدقة ومش مستوعب ازاي. ولكن الرد اللي كان بيتقال: شينا ملهاش اي اثر. وعدى سنة والتانية و3 سنين على نفس الحال، وراهول للأسف فقد الأمل لأن ما كانش في تواصل بينه وبين شينا وكمان ما كانش لاقيها جوه البلد. ولكن يحصل موقف هيغير مجرى القصة تماما، خلينا نغير منظورنا تماما بعيد عن شينا وبيتر وراهول وأندراني وكل أبطال القصة دي. خلينا نروح في إحدى الأماكن اللي موجودة في الهند واللي كان بالتحديد على طريق سريع وكان موجود فيها كمين. وفي وقته الظابط عادي قاعد بيشوف رخص الناس وبيشوف شغل طبيعي، عربية والتانية وتمام، لحد ما يجي شخص ويقف قدام الكمين وملامحه باين عليها التوتر والعرق والخوف ومش معروف ليه. الظابط بصله كده وسأله: هو أنت كويس؟ السواق رد عليه وعمال يمسح في حرقه وقال له: أنا بخير كويس. الظابط بصله كده والوهلة شك فيه وأمر كل العساكر اللي معاه يفتشوا العربية. وكانت المفاجأة لأن في عربيته كمية أسلحة كبيرة جدا ومش مرخصة، فشك الظابط كان في محله وطلب من العساكر إن هم يقبضوا عليه. وفي لحظتها السواق ده خاف وقعد يعيط ويصرخ: سيبوني سيبوني، أنا أقول لكم على كل حاجة، أنا أقول لكم على حل لغز وقضية وسر مرعب، بس بشرط تطلعوني من القصة دي تماما وهقول لكم على كل حاجة. السواق راح مع الضابط على مركز الشرطة. الضابط سأله وقال له: إيه السر الخطير اللي عايز تقولهولي؟ قال له: أقول لك على كل حاجة بس تطلعني من كل القصص دي. فالضابط بصله كده وقال له: موافق، احكي. قال له: أنا مش هحكي لك، أنا هوريك كل حاجة بعينيك. السواق طلب من الضابط يروح معاه مكان هو والعساكر بتوعه، يروح المكان معين كده يعرفوا فيه كل حاجة. وراح السواق واخد الضباط والعساكر كلهم لمكان بعيد سكة أكتر من 3 ساعات سفر، لحد ما وقف بيهم على غابات ونزل وفضل يمشي جوه الغابات، يمشي ويمشي. والسواق وقف عند شجرة مانجا وقال للضباط: احفروا هنا. العساكر والضباط بيبصوا لبعض ومش فاهمين اي حاجه ولا حتى فاهمين الراجل ده عايز ايه. فبدأ العساكر يحفروا وهم ساكتين وعمالين يحفروا في المكان اللي شاور عليه السواق، واتصدموا، شافوا منظر صعب جدا قدام عينيهم. لقي جثة مشوهة تماما
ومش بس كده، الجثة كانت محروقة تماما وما كانش باين ليها أي آثار ملامح. ولو انت بتسأل مين الشخص ده ومين برضه الجثة دي، فحب اقولك ان السواق ده يبقى السواق الشخصي لأندراني اخت شينا، والجثة دي تبقى جثة شينا. بسرعة بقى، مين بقى اللي عمل كده؟ خدوا السواق والجثة ورجعوا تاني على مركز الشرطة وسألوا السواق مين اللي عمل كده؟ رد عليهم السواق بكل خوف: انا هقول لكم وماليش دعوة بأي حاجة، اللي عملت في الجثة دي تبقى اختها أندراني، اختها اللي عملت كده. خدت اختها بالعربية والسواق هيرجعنا كلنا بالزمن لورا، وقت لما شينا ركبت العربية مع أندراني والسواق بتاعها لو فاكرين، وخدت أندراني شينا لمكان بعيد قوي وقتلتها وعذبتها وحرقتها ودفنتها هنا. وأندراني أصرت إنها تحرق أختها شينا. طب ليه؟ عشان محدش يقدر يتعرف على ملامح الجثة. وبسرعة وعلى طول الشرطة راحت على بيت أندراني وقبضوا عليها. ولما بدأت الشرطة يواجهوها بالتهم اللي عليها، أندراني فجرت فيهم كلهم ورفضت كل التهم اللي عليها. بس أنا وأنت ما سألناش سؤال مهم، وهي إن مين أندراني بالظبط غير إنها تبقى أخت شينا؟ دي لو كانت أختها أصلا. وكانت الصدمة المرعبة علينا وعلى كل الناس إن أندراني مش أخت شينا ولا حاجة، ضمها. أندراني يا سيدي تبقى أم شينا مش أختها ولا حاجة. تعالى بقى نرجع للزمن لورا واحدة واحدة وفهمك كل اللي حصل بالظبط. أندراني أم شينا اتجوزت من شخص فقير جدا وخلفت 2 هما شينا وأخوها الصغير، ولكن أندراني ما كانش عاجبها العيش أبدا. كل يوم فقر وجوع وعشوائيات، والموضوع كان حمل تقيل قوي عليها. فقررت انها تسيب اهلها وجوزها وتهرب، وهربت على عاصمة مومباي وبدأت تعافر في حياتها لوحدها. وكان كل هدفها تبقى غنية جدا وتنسى خالص الفقر والجوع اللي كانت عايشة فيه زمان، وتعمل كده برضه بطريقة كويسة وتبان قدام الناس انها شخص ناجح ومهم. فلما كبرت أندراني في شغلها وكمان اتجوزت من أغنى راجل في الهند وبقت واحدة من المشاهير كمان، وأخبارها بقت على الجرايد والتلفزيون، الأخبار طبعا وصلت لجد وجدة شينا، واللي كان الموضوع كان صدمة بالنسبة لهم. وقدروا يتواصلوا معاها ويقولوا لها: مش خلاص كده انت ربنا كرمك وبقى معاكي فلوس وبقيتي ست غنية، ليه سايبه ولادك في القهوة والفقر؟ عيالك هتعملي فيهم ايه؟ ما ينفعش تسيبيهم كده. فوافقت أندراني على طلباتهم وخلت شينا تدرس في الجامعة إياها وتقعد معاها كمان، ولكن بشرط ان محدش يعرف ابدا ان أندراني تبقى ام شينا، تفضل اختها الكبيرة وبس. وده يرجعنا لما حصل الارتباط بين شينا وراهول. السبب ما كانش ان أندراني استغربت ان راهول هيتجوز بنتها، ما كانتش المشكلة في كده، لان لو شينا وراهول فضلوا مكملين مع الوقت سر أندراني هيتكشف. أندراني خافت على نفسها ومكانتها وسط الناس، ومش بس كده، ان سرها ممكن يتكشف وتبقى مصيبة وهتخسر كل حاجة. ده كان تفكيرها. فقررت انها تضحي ببنتها عشان تحافظ على مكانتها وسط الناس وفي المجتمع، لان زي ما قلت لك ان أندراني كانت مكانتها كبيره قوي في المجتمع وبيزنس وومن قد الدنيا، حد كبير قوي. فعملت كده في بنتها بالطريقه البشعه المرعبه اللي انتوا سمعتوها دي. وبما ان كل شويه عماله اديك مفاجآت، خد المفاجاه دي: اتقبض على أندراني واتحولت للنيابه طبعا. ولكن الغريب ان الحكم بتاعها استمر من سنه 2015 لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي، ولسه لحد دلوقتي وانا بكلمك ما ظهرش حكم نهائي بقضيتها. وأندراني عايشه دلوقتي حياتها عادي جدا. فانا بصراحه مستني رايكم وتفسيركم في الكومنتات عن القصه الغريبه دي، واستنوا الفيديو الجاي، ويا رب تكونوا انبسطتم. وبس كده.